ايه يا ابني مالك؟ انا حرفيا مش عارف اعمل ايه. ابدا منين دلوقتي؟ الترم الاول متراكم عليا، والترم التاني اصلا بدا، وكل حاجه حاسس ان هي داخله في بعضيها. ده خلاص يعني حتى بدات افكر ان انا ممكن اقسم السنه، ولا انا حتى ممكن اجل المواد. طب استنى، طيب هل في حل؟ ما دام انت هتضيع وقتك في الاحباط، تعالى نشوف حل. الترم التاني فرصه جديده، ومهما كنت متاخر تقدر تلحق لو بدات صح. في الفيديو ده هبدا اتكلم معاك شويه ازاي تبدا الترم التاني صح. ولو انت مراكم الترم الاول كله وما ذكرتش حاجه، لسه قدامك فرصه. وكمان هبدا اتكلم معاك تعمل ايه عشان تخلص الترم الاول كله اللي عليك، ما تراكمش حاجه، وكمان تطلع من اول الثانويه. يعني في امل؟ طبعا يا عم في امل، استعن بالله وكمل الفيديو للاخر. بسم الله بسم الله النصير، والى الله المنتهى، والى الله المصير. اهلا بيكم يا ابطال، وبدانا في مفترق الطرق الترم الثاني. اهلا بيك يا صديقي، ومبروك عليك انك خلصت نص السنه، واهلا في النص الثاني. دلوقتي احنا هنا بنتكلم ان انت في مفترق طرق. ازاي؟ في طالب بيفضل مكمل على الريتم اللي كان ماشي بيه في الترم الاول، وده ربنا بيكرمه. وفي واحد تاني ده بيتعب من المشوار وخلاص، بيبدا نفسه يتقطع فما بيقدرش يكمل، فبيبقى خسر الاثنين، خسر اللي ذكرهم في البدايه وهيخسر نهايه السنه. فانت هنا هتمشي ازاي؟ احنا هنا نبدا نقسم الطلبه عندي لجزئين. في عندي الطالب المذاكر والطالب المراكم. والمراكم ده في واحد منهم ذاكر شويه، في واحد ما ذاكرش خالص. اولا انت لو كنت ماشي كويس في الترم الاول وذاكرت وعملت اللي عليك فانا احييك، وطبعا انت لازم تكمل على اللي انت مشيت عليه في الترم الاول. الترم الثاني طبعا بيكون الضغطه بتاعته اكتر 100 مره من ضغطه الترم الاول. ليه؟ لان انت الترم الاول مثلا كنت قاعد فيه 4 اشهر 5 اشهر، انت الترم الثاني على فكره بيكون يعني في حساب شهرين، ومحتوى بيكون كبير والوقت بيكون قليل، فانت الدنيا بتكون مضغوطه. طب هل ده شيء يجرني؟ لا ده خالص، كل ده هيبقى ماشي على الناس كلها، مش ماشي عليك انت بس. ولكن لازم تكون عارف ان الترم الثاني ترم لا يسمح بالمراكمه. ليه؟ لانك لا قدر الله لو راكمت هتلاقي نفسك ضيعت، لان كل حاجه مربطه ببعضيها. وهنا طب خلاص انا الحمد لله ذكرت الترم الاول، اعمل ايه الترم الثاني علشان امشي على نفس النظام؟ هنا هيبقى في 3 مواد اساسيه لازم تركز عليها، اللي هي الفيزياء والكيمياء والاحياء. الكيمياء انت طبعا هيبقى عليك الكيمياء العضويه، ودي اللي تعتبر تمثل معاك نص درجات امتحان الكيمياء بتاع اخر السنه. بكل بساطه الكيمياء مش صعبه، الكيمياء مش صعبه، ولكن بيبقى فيها مشكله اساسيه، وهي ان هي محتاجه تربيطات. فانت لو ما كنتش شغال بنظام مخططات وخرائط ذهنيه فانت ممكن تلاقي الدنيا تخش في بعضيها. فانا في البدايه هنا بقول لك ان انت المفروض تشتغل خرائط ذهنيه وما تراكمش. وانا في الكيمياء العضويه عايزك تركز جدا على جزء المشتقات، لان ما اكدبش عليك الجزء ده بهدلني في ثانويه عامه ولميته الصراحه في اخر السنه، ولكن الحمد لله ما غلطتش فيه. بس هو انا كنت مذاكره على فكره اول باول، بس ما كنتش حافظ اللي فيه او ما كنتش مربط اسامي المركبات. فانت لازم تحرص ان انت كل مركب تبقى عارفه وعارف وظيفته، وتعرف تربط ما بين كل الاجزاء العضويه مع بعضيها. ولكن لو هنتكلم عن الفيزياء فانت هيبقى معاك الحديثه اللي هي في ظاهرها يعني ممكن على حسب بقى. انا بالنسبه لي ما كنتش مستلطفها، يمكن لاني ما كنتش مربطها كويس، وبرده دي كانت بقى الصراحه اعتمدت ان انا كنت همسك ورقه وقلم وابدا احفظ القوانين، لان كانت فيها قوانين كثيره. لان انت لو هتبدا تخش على الحديثه فهي الحديثه عباره عن بلك من القوانين، فانت لازم الصراحه هنا تحفظ القوانين وتعرف تربط القوانين مع بعضيها، علشان لما تجيلك مساله فيها تداخل في الافكار تعرف تجيبها صح. واهم شيء اهم شيء اهم شيء الحل الكتير، لان انت الحل بيزود عندك القدره الاستيعابيه وبيثبت المعلومه في دماغك. اما في الاحياء فانت هتبدا تاخد فيها المناعه وباب الدي ان ايه. بابين سهلين جدا لو عرفت تربطهم في صوره قصه، وما فيهمش يعني فيهم كلام كتير ولكن هتلاقيهم سهلين ان شاء الله. طب انت كده دي نصائح لكل الناس اللي داخله الترم الثاني. اما انت لو لا قدر الله طالب مراكم وما ذكرتش حاجه خالص في الترم الاول، فهل يا ترى تهتم بالقديم وتسيب الجديد شويه، ولا تركز في الجديد وبعد كده تبقى تلم القديم قدام، ولا تعمل ايه؟ بكل بساطه انت لازم هتمشي في الاتجاهين. هتبدا تذاكر الجديد اول باول، وهتبدا تخلص القديم اللي عليه. لو هنقسم اليوم فانت ممكن تبدا تذاكر مثلا من اذان الفجر لغايه المغرب المحتوى الجديد كله اللي عليك، ومن بعد المغرب لغايه ما تنام ممكن تبقى تاخد كل يوم درس او درسين في المواد. وعاوزك هنا تكون ذكي، ذاكر بذكاء. يعني ايه اذاكر بذكاء؟ يعني بكل بساطه ما تركزش على الحاجات التافهه، انت هنا في وقت اسمه وقت الطوارئ. يعني انا المفروض اركز على الحاجات اللي بتجيب درجات. ازاي اركز على الحاجات دي؟ بكل بساطه ابدا حل اسئله الثانويه عامه بتاعت السنين السابقه عشان تعرف هو اصلا اللي بيحط الامتحان كان بيركز على ايه.
وما تبداش تركز في الحشو ولا انك تحفظ. عاوزك اقل حاجه تكون عارف فكره عامه عن الدرس، وبعد كده تبدا تحل عليه كتير، لان لما تحل كتير على الدرس هتبدا الفكره تثبت في دماغك اكتر ما انت كنت هتحفظه او بورقه وقلم. انت المفروض تبقى داخل عندك هدف. يعني ايه عندي هدف؟ يعني انت المفروض داخل سنه خلاص الترم الثاني، ايه الشيء اللي يخليني اصلا اتحرك اذاكر ليه؟ انت عندك المفروض حاجات كتيره. اول شيء هو رضا ربك عنك، لان انت هنا في امانه، اهلك مستأمنينك، يعني المفروض هم عارفين انك لما تذاكر، فلو هم لا قدر الله لقيوك مش بتذاكر فانت كده قمت الامانه. تاني حاجه رضا والديك. ليه بقى؟ لان هم الاثنين دول الصراحه بيتعبوا كتير علشانك، فيبقى عيب عليك ان انت في الاخر يعني تكسر بخاطرهم وتجيب مجموع وحش في ثانويه عامه. انت هنا مش ملزم بالدرجه، انت هنا ملزم بالسعي. ما دام هتسعى ربنا هيديك. وتالت حاجه عشان نفسك، على فكره اللي بيجيب مجموعه عاليه في ثانويه عامه ربنا ما يكرمه بيلاقي تقدير في المجتمع، وكمان بتلاقي وظيفه مرموقه. هنا انا ما بذمش باقي الكليات، بس هنا بقول لك ان انت هدفك مش كليه بعينها، هدفك ان انت تحقق اعلى مجموع ممكن تجيبه في ثانويه عامه. ولو الدنيا داخله معاك فده الشيء الطبيعي اللي ممكن يبقى عند كل الطلبه، كل الناس عادي بتكون الدنيا داخله معاها، ممكن تبقى ناسي دروس فاتت، ده شيء ما يقلقكش. بس اهم حاجه اللي انت ما تنساش القديم، راجع عليه باستمرار. لو انت كنت اصلا مذاكر القديم اول باول فانت راجع عليه بالحل. كل شويه مثلا او كل يوم هات لك في اخر اليوم مثلا فقره كده، هات امتحان او كويز على اللي فات وابدا حله، فالحل بيخليك تفتكر اللي فات. لكن انت لو مش مذاكر خالص لا، فانت لازم هتبدا تذاكر الدروس اول باول. وفي النهايه لا، انا لما ذاكرتش هل حلمي ضاع؟ هل مفيش امل تاني؟ لا يا صديقي، في امل. انت لسه عايش ويا دوبك بس نص السنه عدى، والنص التاني لسه موجود، ولسه في المراجعات النهائيه وفي ولكن اللي يعرف يستغل الفرصه صح فالفرص ما بتخلص، ولكن في فرص ما بتتعوضش. فانت احرص ان انت تستغل كل لحظه فيها، وما تستناش تقول هبدا بكره وبعد ولما اعمل جدول مش عارف ايه. انت تبدا من اول ما انت تسمع الفيديو، ولازم لازم لازم تحرص على الحل، مش هوصيك بيها تاني، لان انت في امتحانك ما بيعتمدش على افكار مباشره، احيانا هو بيجيب لك حاجه معتمده على اللي انت درسته، فانت لازم تحرص ان انت تعدد المصادر وتحل كتير. وطبعا فكره مرفوضه انك تقسم السنه او انك تاجل مواد، لان انت ده العمر بتاعك مش هدر، الوقت ده مش ببلاش، وكل ما تستثمر في وقتك احسن هيبقى بعد كده هتوفر نفسك سنه تانية. ثانويه عامه اصلا عملوها علشان تبقى سنه واحده بس، فانت ما تجيش تروح عاملها سنتين وتاجل والكلام ده، لا، انت هتبدا من دلوقتي بعد الفيديو ده. يا رب تكونوا استفدتوا، اتمنى لكم التوفيق. طبعا اي سؤال عندك اكتب لي في التعليقات، طبعا ما تنساش تتابعنا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظر مننا محتوى مميز تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.